هذا يا أخوة شاب يمني شغال في المملكة العربية السعودية، مجهول الهوية، ما عنده إقامة، ما عنده أي شيء، شغال مجهول. شغال بالضبط في مدينة أبها جنوب السعودية، في مول أو بقالة سوبر ماركت. فكان الحي الذي شغال فيه هذا الشاب، يعني كلهم يعرفوا هذا الشاب اليمني وأخلاقه طيبة وعينه قصيرة وصادق ومؤدب، فكانوا يحبوه أهل الحي كلهم. واحدة من بنات هذا الحي، بنت من بنات هذا الحي، كانت تجي تشتري من المول وأعجبتها صفات الشاب هذا، أعجبها أخلاقه أدبه. البنت هذه جميلة ومؤدبة وأخلاقها عالية، فصفات البنت أجبرين الشاب هذا أنه يتعلق بها. يعني البنت السعودية هذه أسرت صاحبنا، أسرت اليمني هذا. طبعا أنا بنحكي لكم القصة لأنه فيه مواقف قوية حصلت من أبو البنت، تمام؟ هذا الذي خلاني قبلت القصة وحبيت أحكيها لكم. شوفوا على تصرف جاء من الأب. فقلت لكم البنت أعجبت بالشاب هذا وأسرته، خلته يتعلق بها وحصل بينهم انسجام، والظاهر حصل بينهم تواصل. كانت جيت تشتري وحصل بينهم تواصل. فالأب أبو البنت أدرك الكلام هذا، أو حس إن فيه علاقة بين بنته واليمني هذا، ويعرف الشاب اليمني، يعرفه ويحبه وهكذا من حي واحد. فالأب مسك البنت في البيت في غرفة لحالها، قال إيش الموضوع؟ قال إيش بينش أنت واليمني؟ قالت ما في شيء. قال كلميني، يشبه معجبة فيه، تحبيه، تتزوجيه ولا إيش؟ أنكرت البنت، لكن الأب أصر عليها حتى اعترفت، قالت أيوة نعم. فقال لها شوفي يا بنتي، أنا ما عندي مشكلة تحبي أو هو يحبش وش يتزوجش، ما عندي مشكلة وما عندي اعتراض. أنا أعرف الشاب هذا أنه مؤدب ومحترم وشغال على نفسه، ما عندي اعتراض، لكن التواصل به والكلام معه ما هوش من أخلاقنا، ولا لا من طباعنا، ولا من عاداتنا، ولا من تقاليدنا، ولا هو وارد في الإسلام، ولا هو من الأخلاق الإسلامية، ما ينفع. فالأب منع البنت أني ما تروح البقالة هذه تشتري، ومنعها من التواصل معه نهائيا. قال لها إذا هو يشتي يتزوجش أو يحبش يجي يتقدم لك ولا سهلة، ما عندي مشكلة. امتنعت البنت عن الشاب هذا. بعد فترة يا أخوة جاء اتصال لليمني من اليمن أن أمه مريضة جدا، سافر اليمن. فجلس فترة في المستشفى مع أمه، توفت الله يرحمها. الشاب اليمني هذا تأثر واتصل لصاحب السوبر ماركت، بيقول له أمي توفت وأنا أعتذر